كان في شوية رجال عصابات بيعملوا صفقة، وبعد ما المشتري أكد إن الفلوس تمام وكان خلاص هيغادر، فجأة البائع وقفه. طلع إن البائع شايف إنه كل مرة هو اللي بيجيب الشنط اللي بيحطوا فيها البضاعة، وعلشان كده طالب من المشتري يدفع ثمن الشنط دي. المشتري لما سمع الكلام ده اتضايق جدا، لأن كل مرة البائع هو اللي بيختار مكان الصفقة في منطقة نائية في أطراف المدينة، والتاكسي لحد هناك بيكلفه $400. الطرفين بقوا قاعدين يحسبوا حاجات زي مصاريف التليفون وأجرة الركنة وحتى ثمن الفطار. وفي اللحظة دي كان في فرقة من قوات التدخل السريع سوات متخبيين بره الباب مستنيين إن صفقة العصابة تخلص. القائد بتاع الفرقة قال لزمايله يشيكوا على الوقت ويجهزوا نفسهم. بص في ساعته وبدأ يعد عكسي، بس وأعضاء الفريق مستنيين لحظة الهجوم. القائد فجأة قال خلاص وقت الشغل خلص، وفجأة خرج أعضاء فرقة التدخل السريع من بره الباب بكل هدوء. رجال العصابة أول ما شافوهم رفعوا عليهم السلاح فوراً، لكن القائد أشار على ساعته وبيوضح إنهم خلاص بعد الشغل. رجال العصابة بصوا في ساعتهم وتأكدوا إن فعلاً الوقت عدى، وكلهم ضحكوا وقالوا نشوفكم بكرة. لكن القائد لوح بإيده وقال لا، بكرة سبت ومش عندي نوبة.